والدين سبق العلم، عشان كده حرمها من قبل ما احنا بعقلنا المحدود قوي نكتشف ليه الأغاني ممكن تبقى حرام. ربنا قرر ان هو لازم يحافظ على عقلنا وقلبنا قدر الإمكان، علشان كده لازم نتابعه واحنا معميين. مش لازم تعرف دلوقتي سبب كل حاجة هي ليه حرام وليه غلط، اعمل بس اللي ربنا قال عليه وامشي وراه وانت مسلم نفسك، وقدام هتكتشف ان رحمته بينا اكتر مما احنا ممكن نتخيل، واكبر ما عقلنا الصغنن قوي ده ممكن يستوعب. الموسيقى مش مجرد لحن، دي حاجة بتأثر على كيمياء المخ، بتأثر على جسمك كله وعلى قلبك وعلى عقلك. عشان انا وانتوا ناخد الثواب، شارك الفيديو ده مع حد انت بجد بتحبه، ويا ريت انتوا الاتنين تحاولوا مع بعض ان انتوا تبطلوا تسمعوا اغاني بالتدريج لحد ما الموضوع يبقى خلاص عادة في حياتكم. والله انا في الاول كنت مستصعبة الموضوع، بس كنت عمالة بقول طب هي الاغاني دي فارقه معايا ايه في حياتي؟ يعني الاغاني دي واقفه عليها ايه في حياتي قوي عشان اقعد اخد عليها ذنوب على الفاضي؟ الواحد كده كده بياخد ذنوب مش ناقص يزودها على نفسه.